محمد صلاح يقترب من عملاق أوروبا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم استاد المحترفين. طبعا كلنا تابعنا الاسبوع الماضي وقرعه كاس العالم اللي اقيمت في موسكو في روسيا. كل الانظار كانت تتجه للمجموعه اللي هتقع فيها مصر، وبعد سحب القرعه وقعت مصر في المجموعه الاولى بجوار كل من روسيا واوروجواي والسعوديه. طبعا تباينت ردود الافعال ما بين ان المجموعه مجموعه سهله او مجموعه ضعيفه. كان في تصريح لمستر هيكتور كوبر قال ان احنا علينا شغل كبير قوي عشان نحاول نصعد في المجموعه، عشان نصعد ونتخطى الفرق اللي معانا، وخصوصا المنتخب روسيا صاحب الارض والبلد المنظم مع منتخب اوروجواي. ايضا مستر هيكتور كوبر كان صرح وقال ان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني عنده معلومه مؤكده انه يقترب جدا من فريق ريال مدريد، وفريق ريال مدريد احد عمالقه الكره الاوروبيه وعملاق الدوري الاسباني يبحث بشده ضم محمد صلاح في فتره الانتقالات الشتويه القادمه. محمد صلاح في هذا الاسبوع ال15 بيقود فريقه ليفربول لفوز ساحق خارق الارض على فريق برايتون الصاعد حديثا من الدرجه الثانيه اللي هي الشامبيونشيب. محمد صلاح لم يسجل اي نعم في هذه المباراه، ولكنه صنع هدف لفريقه في الفوز الخماسي، وايضا قدر ان هو يحافظ على صداره الهدافين برصيد 12 هدف امام هاري كين اللاعب الانجليزي لاعب توتنهام اللي لم يسجل هذا الاسبوع، وقف رصيده من الاهداف عند 10 اهداف. محمد صلاح بيقود ليفربول بهذا الفوز لرفع رصيده ل 29 نقطه ويرتقي للمركز الرابع. وبعد المباراه يمكن كان في مجموعه من لاعبي برايتون بيحاولوا بقى الحصول على توقيع محمد صلاح كاحد كبار نجوم الكره العالميه في الوقت الحالي. نروح لرمضان صبحي اللي شارك كاساسي مع فريقه ل4 لقاءات سابقه. رمضان صبحي هذا الاسبوع مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي فضل ان هو يجلس رمضان بجواره على دكه البدلاء. رمضان صبحي شارك مع فريقه منذ بدايه الدقيقه 70، وفريق ستوك سيتي قدر ان هو يفوز على فريق سوانزي بهدفين مقابل هدف واحد، وكان فوز مهم جدا لفريق ستوك رفع بيه رصيده للنقطه 16 ويقفز للمركز ال13، بيبتعد رويدا عن منطقه الهبوط ويقترب من منطقه منتصف الجدول او هي المنطقه الدافئه. رمضان صبحي زي ما قلت لحضراتكم شارك في الدقيقه 70 وقدر اللي هو يلعب لمده 20 دقيقه وقدم اداء جيد نوعا ما وساعد فريقه للفوز 2-1. نروح لاحمد حجازي اللي بيقدم مستويات مميزه جدا في الفتره الاخيره. الاسبوع ده احمد حجازي بيقود فريق ويست بروميتش البيون للتعادل مع كريستال بالاس. اي نعم هو تعادل غير مرضي لفريق ويست بروميتش، وخصوصا انه تولى مسؤوليته مدير فني جديد هو ألان بارتو. احمد حجازي بيواصل الحصول على ثقه مدربيه وبيقود فريقه ويست بروميتش للتعادل السلبي بدون اهداف. تالق بشده في المباراه وكان واحد من نجوم المباراه، ولكن فريق ويست بروميتش لا زال يقترب من مؤخره الجدول او المراكز مؤهله للهبوط، عنده 13 نقطه في المركز رقم 17. محمد النني هذا الاسبوع في مباراه فريقه الارسنال مع مانشستر يونايتد وهو واحد من لقاءات القمه في الاسبوع ال15 لم يدخل قائمه فريقه للمباراه الثانيه على التوالي. اكتفى محمد النني في الجلوس في مقاعد المتفرجين، وطبعا شاهد بعينيه هزيمه فريق ارسنال امام مانشستر يونايتد هزيمه كبيره 3-1 في مباراه تالق فيها، وكان النجم الاوحد في المباراه هو الحارس الاسباني ديفيد ديخيا بتصدي ل 14 تسديده من لاعبي ارسنال، مسجلا رقم قياسي في الكره الانجليزيه او يعادل بقى رقم قياسي كان سجله قبل كده الحارس تيم كارول حارس نيوكاسل في مباراته مع تشيلسي في نوفمبر 2013، والحارس ايضا فيتو مانوني حارس ساندرلاند في مباراته امام تشيلسي في ابريل 2014. زي ما قلت لحضراتكم بهذا الفوز فريق مانشستر يونايتد بيرفع رصيده للنقطه 32 ويبقى في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر لجدول الترتيب، وهزيمه كبيره جدا للارسنال على ارضه هذا الاسبوع يتقهقر للمركز الخامس. وصل مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتاليه في الدوري الانجليزي. هذا الاسبوع في الاسبوع 15 بيحقق انتصاره رقم 13 على التوالي، وبيعادل رقم ثنائي او قطبي الكره الانجليزيه تشيلسي وارسنال اللي سجلوا قبل كده الفوز في 13 مباراه متتاليه. مانشستر سيتي هذا الاسبوع بيستطيع ان هو يتغلب على فريق ويست هام بعد تاخره بهدف، قدر ان هو يعود في النتيجه ويفوز بهدفين ويواصل سيطرته وسطوته على الكره الانجليزيه. زي ما قلت لحضراتكم بيحقق فوزه ال 13، يتعادل مع تشيلسي وارسنال، وعنده بقى طبعا مهمه كسر الرقم في الاسبوع القادم. قطب مانشستر يونايتد السيتيزنز في سماء الكره الانجليزيه يغردون منفردين. استمر غياب احمد المحمدي هذا الاسبوع عن فريقه استون فيلا في الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه او ما يسمى التشامبيونشيب. احمد المحمدي جلس على دكه البدلاء في لقاء فريقه استون فيلا امام ليدز يونايتد، مباراه تعادل فيها 1-1
دفع بيه المدير الفني لفريق استون فيلا في الدقيقه 90 من زمن المباراه، ولكن ما قدرش احمد المحمدي ان هو يغير من نتيجه المباراه، وتعادل استون فيلا تعادل ايجابي 1-1، رفع رصيده من نقطه 36 ويبقى في المركز الخامس خلف بقى المتصدر فريق وولفرهامبتون بفارق 8 نقاط، ويبحث طبعا عن محاوله تضليل الفارق في الاسابيع القادمه من اجل الصعود مباشره للبريمير ليج الموسم القادم. الاسبوع ده سام مرسي لعب مع فريق ويجن اثليتيك في الدور الرابع لمسابقه كاس الاتحاد الانجليزي او ما يسمى الاف اي كاب. سام مرسي خارج ارضه مع فريق اف سي فيلد قدر ان هو يتعادل مع فريق ويجن مع فريق اف سي فيلد بهدف لكل فريق. عنده لقاء الاسبوع القادم يوم الثلاثاء، لقاء العوده بقى من اجل الصعود لدور ال 64 الاسبوع القادم. سام مرسي تالق في المباراه كالعاده وقدر انه يقود فريقه للتعادل خارج ارضه 1-1 في انتظار لقاء العوده. عاد احمد حسن كوكا من جديد لقائمه فريق سبورتنج براغا هذا الاسبوع في الدوري البرتغالي. احمد حسن كوكا يقود فريقه للفوز على فريق باكوش فيريرا بنتيجه 3-1. احمد حسن كوكا كان سجل هدف جميل جدا بالكعب في المباراه، ولكن حكم المباراه لغاه بداعي التسلل. قدر فريق سبورتنج براغا ان هو يرفع رصيده لنقطه 28 في المركز الرابع خلف بقى الثلاثي المقدمه، وبفارق 5 نقاط فقط عن الثنائي بورتو وسبورتنج لشبونه. احمد حسن كوكا قدم اداء جيد جدا في المباراه قبل خروجه في الدقيقه 81. بعد غياب الاسابيع الماضيه عن فريق قاسم باشا التركي للايقاف، عاد محمود حسن تريزيجيه لقائمه فريقه هذا الاسبوع. هذا الاسبوع بيلتقي فريق قاسم باشا مع فريق فنربخشة، هو احد اكبر الفرق في تركيا. فريق فنربخشة قدر ان هو يفوز فوز كبير على فريق قاسم باشا 4-2. محمود حسن تريزيجيه حاول مع زمايله ان هم يجاري فريق فنربخشة، ولكن ما قدرش اللي هو يواصل للاداء القوي مع فريق قاسم باشا وتلقى الهزيمه امام فنربخشة. بعد هذه الهزيمه فريق قاسم باشا بيقف رصيده عند النقطه 18 في المركز ال11 على لائحه ترتيب الدوري التركي. نروح لكريم حافظ في الكرة الفرنسية، وبالتحديد اللي بيشارك مع فريق لانس في دوري الفرنسي الدرجة الثانية. هذا الأسبوع فريق لانس اللي كان بيشارك في مسابقة كأس فرنسا قدر كريم حافظ إنه يقود فريقه لانس لفوز قاتل على فريق ريمس بنتيجة 3-2. فوز سجله في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وقدر ان فريق لانس انه يصعد بمساعدة كريم حافظ للدور 32 في انتظار بقى قرعة الدور 32 في كأس فرنسا لما ستسفر عنه المواجهة مع احد بقى الفرق الدرجة الاولى او فرق الليج في الكرة الفرنسية. في الدوري السويسري مع فريق بازل السويسري استمر غياب عمر جابر عن قائمة فريق بازل، ويمكن قلنا لكم في حلقات سابقة ان عمر جابر ارتبط بالانتقال في يناير القادم لفريق لوس انجلوس جالاكسي في الدوري الامريكي. عمر جابر اللي غاب عن هذه المباراة لظروف المرض شاهد فوز فريقه على فريق لوزان برباعيه نظيفه، وقدر ان هو يقلل الفارق مع فريق يانج بويز صاحب الصداره بعد ما كان 7 نقاط، قدر ان هو يقلل الفارق ل4 نقاط في الصداره 32 نقطه بفارق 4 نقاط فقط عن فريق يانج بويز، ويبحث عن الوصول للصداره كما احتلها في السنوات الماضيه. في هذه الحلقة من استاد المحترفين جبنا لكم لاعب جديد وهو أحد المحترفين ولكن بقى في القارة الإفريقية. عندنا اللاعب عمرو جمال اللي بيلعب على سبيل الإعارة في صفوف فريق بيدفست الجنوب أفريقي. هذا الأسبوع عمرو جمال بيحقق أول بطولة مع فريق بيدفست هذا الموسم، وبيستطيع إنه يقود فريقه للفوز في نهائي كأس جنوب أفريقيا بهدف لا شيء كان من صناعة عمرو جمال في الدقيقة 92 من عمر المباراة. وزي ما قلت لحضراتكم بهذا الفوز وبهذه النتيجة قدر عمرو جمال إن هو يرفع أول بطولة ليه مع فريق بيدفست اللي بيلعب فيه على سبيل الإعارة من النادي الأهلي. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهايه الحلقه النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. عايزكم تسيبوا ارائكم واقتراحاتكم على التعليقات لتطوير محتوى البرنامج. انتظرونا في حلقات اخرى قادمه. محمد عبد المنعم.